لطيفة أحرار تتسلم منصبا جديدا بوزارة التعليم العالي. في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الإدارية، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي تعيين الفنانة لطيفة أحرار عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا التعيين جاء استنادا إلى أحكام القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، وبموجب المرسوم رقم 2-1-5-666 الصادر في 25/2016، الذي يحدد معايير اختيار ممثلي المؤسسات غير التابعة للجامعات. وبناء على اقتراح مجلس التنسيق المنعقد بتاريخ 19 مارس 2024، ستشغل لطيفة أحرار هذا المنصب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يذكر أن الفنانة لطيفة أحرار كانت قد عينت مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في غشة 2022 ضمن حكومة عزيز أخنوش، حيث تركت بصمتها في تطوير قطاع الفنون والثقافة. يمثل هذا التعيين الجديد خطوة إضافية لتعزيز حضور الكفاءات الفنية في المجال الأكاديمي والإداري، ما يعكس توجه الحكومة نحو تنويع الخبرات وتطوير قطاع التعليم العالي في المغرب. الانتقادات السلبية لتعيين لطيفة أحرار في منصبها الجديد: غياب الخبرة الأكاديمية المتخصصة. يرى بعض النقاد أن لطيفة أحرار بالرغم من مكانتها الفنية تفتقر إلى الخلفية الأكاديمية أو التقنية في مجالات تقييم وضمان جودة التعليم العالي. يعتبرون أن هذا النوع من المناصب يتطلب معرفة معمقة بالتعليم العالي وسياساته، وهو ما قد لا يكون من ضمن خبراتها الأساسية. التركيز على الوجوه المشهورة. انتقد البعض اعتماد الحكومة على شخصيات معروفة في المجتمع الفني لتولي مناصب إدارية، معتبرين أن ذلك قد يكون على حساب الكفاءات الأكاديمية التي تمتلك خبرة مباشرة في القطاع. رسائل متناقضة بشأن أولويات التعليم العالي. يرى منتقدون أن هذا التعيين يرسل رسالة مفادها أن الأولوية لا تعطى للكفاءات ذات العلاقة المباشرة بالتعليم والبحث العلمي، بل للوجوه التي تحظى بشهرة اجتماعية أو إعلامية. أشاروا إلى أن هذا قد يعكس قصوراً في التعاطي مع التحديات الملحة التي يواجهها التعليم العالي في المغرب، مثل ضعف الجودة وتراجع التصنيفات الدولية. المخاوف من التسييس. اعتبر بعض المعارضين أن التعيين قد يكون بدوافع سياسية أو مجاملة لشخصية فنية بارزة، ما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية هذه القرارات عن النفوذ السياسي. ردود فعل الشارع السلبي. في أوساط الشارع المغربي عبر البعض عن استيائهم، مشيرين إلى أن التعيينات يجب أن تكون مبنية على الكفاءة والتخصص. رأى البعض في التعيين نوعاً من الإقصاء غير المباشر للشباب المؤهل الباحث عن فرص لإثبات نفسه في المناصب العليا. التحدي القادم. ستواجه لطيفة أحرار تحدياً كبيراً لإثبات قدرتها على تقديم قيمة مضافة لهذا المنصب، وتهدئة هذه الانتقادات عبر نتائج ملموسة تساهم في تطوير جودة التعليم العالي، وإبراز أن الخبرات الفنية قد تكون مكملة ومفيدة في المناصب الإدارية.